السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم نوع من أنواع دباسات الهواء. أنا كنت عاملة فيديو على دباسات الهواء وكنت موريكم فيه كذا نوع: الدباسة اليدوي والدباسة الهواء والدباسة الكهرباء. ودباسات الهواء كنت موريكم فيه كذا نوع. النهاردة هوريكم نوع جديد يعتبر لسه نازل موجود في السوق يعني. فهوريكم النوع دوت، وهي الدباسة اللي بيبقى الطرف اللي بيخرج منه الدبوس دوت بيبقى طويل كده عشان الاماكن الصعبة اللي مش بنقدر نوصل لها بسهولة، او المنجدين مش بيقدروا يوصلوا لها بسهولة. يعني لما يبقى في مثلا سفنج عالي والدبوس هينزل تحت كده، بيبقى السفنج عامل لهم عائق كده ان هم ينزلوا للمكان دوت بالدباسة العادية اللي هوريها لكم دلوقتي. فده مخصص للكلام اللي زي ده، يعني مخصص للاماكن الصعبة اللي هي الغويطة اللي الدباسة العادية ما تقدرش تدخله. واستنوا اوريكم الدباسة العادية. دي الدباسة العادية المعتادة يعني عند كل المنجدين، اللي هو زي ما انتم شايفين اللسان دوت او المكان اللي بيخرج منه الدبوس بيبقى قصير ازاي. بص الفرق بين دي وبين دي. تمام. فدي ليها استخدام في التنجيد السطحي العادي، وديت للتنجيد الاماكن اللي هي زي ما قلت لكم بتبقى صعب شويه ان احنا نطولها بالدباسه اللي زي ديت. تمام. وزي ما انتم شايفين شكل الدباسه اهيت والخزنه بتاعتها. الدباسه نوعها ايه؟ اسمها داهو. ودي شكل الدباسه عشان اللي عايز يشتري زيها. طبعا هنلاقيها عند بقى المحلات اللي بتبيع العدد الكهربائية واليدوية والعدد اللي هي مسدسات كمبروسرات، الحاجات اللي زي ديت. يعني لو احنا في اسكندرية هنلاقيه في المنشية. تمام. طبعا احنا موصلينه هنا بالكمبروسر. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان ياريت تروحوا للفيديو بتاع الدباسات. في انواع كتيرة، حوالي 4 أو 5 انواع دباسات كنت مصوراها في الفيديو دوت، وموجودة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.